السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلتنا كلمتين على الطريق. ورجعنا نكمل مع بعض رحلتنا الهادية. والنهاردة طالعة أقول لكل أخت وكل حبيبة عندي: ما تحزنيش وابتسمي للحياة. عارفة ان الدنيا ساعات بتكون تقيلة، وان المشاغل والظروف بتاخد من طاقتنا وصحتنا، وساعات بنحس ان القلب شايل حمول مفيش حد حاسس بيها غير ربنا. بس افتكري دايما ان الزعل والحزن مش بيغيروا الواقع، لكن حسن الظن بالله هو اللي بيغير كل حاجة. مفيش أجمل من البسمة لما تطلع صافية من القلب، بتنور الوش وبتخليه زي الشمس المشرقة في أصفى أوقات النهار. البسمة دي بلسم بيداوي الهموم والأحزان، وفوق كل ده دي حسنات بتتحط في ميزانك من غير ما تنقص منك أي حاجة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان دايما بيبتسم، بل وكان بيضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه من كتر البشاشة. وكان الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأضحك حتى يكون إجماما لقلبي، يعني علشان يريح قلبه ويجدد طاقته للعبادة وللحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديثه الشريف: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ليه تحزني وعندك رب رحيم؟ رب لما بتدعيه بيسمعك، ولما بتلجئيله بيجبرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه في أصعب اللحظات وهو جوه الغار والمخاطر حواليه من كل ناحية: لا تحزن، إن الله معنا. والكلمة دي رسالة لكل حد فينا النهاردة. ربنا معاكي في كل خطوة، شايف تعبك، حاسس بصبرك، وعارف كل حاجة بتتمنيها. لما بتفكري ان ربنا معاكي وشايفك، هتحسي ان كل حاجة تقيلة بتهون، وان الابتسامة بتطلع من قلبك مش بس من وشك. تخيلي معايا لما تقومي الصبح وتفتحي شبابيك بيتك، وبدل ما تفكري في اللي ناقصك او اللي تعبك، تبدأي يومك بابتسامة وبكلمة: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الابتسامة في بداية اليوم بتغير طاقة البيت كله. أولادك لما بيشوفوا وشك بشوش ومطمن بيحسوا بالأمان، وجوزك لما بيرجع يلاقي ابتسامة طيبة بتهون عليه تعب اليوم، وانتي نفسك بتحمي جسمك وعقلك من الضغط والعصبية. الابتسامة دي مش ضعف، ده قوة وراحة بال وشكر لنعم ربنا. وعارفين ايه السر اللي يخلي الابتسامة ما تفارقش وشك حتى في اوقات الشدة؟ هو اليقين ان كل اقدار ربنا خير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم مرة زعلنا على حاجة واتضايقنا انها راحت مننا، وبعد فترة اكتشفنا ان ربنا حمانا بيها من شر كبير. وكم مرة باب اتقفل في وشنا وعيطنا عليه، وبعدها ربنا فتح لنا ابواب احسن بكتير ما كناش نحلم بيها. ربنا رحيم بينا اكتر من امهاتنا، وعشان كده الحزن على ما فات بيسرق مننا بركة الحاضر وامل الفرج في المستقبل. علشان كده عودي لسانك ونفسك على عبادة ترك الهم لله. لما تحس ان التفكير زاد عليكي وان دماغك مش قادرة ترتاح، قولي من قلبك: يا رب، انا سلمتك امري، دبر لي فاني لا احسن التدبير. قوليها وابتسمي، لانك بتسلمي امرك لمالك الملك الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض. كل مشكلة وليها حل عند ربنا، وكل ضيق وراه فرج واسع، وكل ليل طويل لازم بيطلع بعده نهار مشرق. كمان بلاش تقارني حياتك بحياة حد تاني. المقارنة هي أول طريق الحزن وضيق الصدر. كل واحدة فينا ربنا مديلها رزق المحسوب بدقة. حد ربنا مديله الصحة، حد تاني ربنا مديله البركة في أولاده، حد مديله راحة البال والستر. فلما تشوف النعم اللي في ايد غيرك، ادعي لهم بالبركة وقولي: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وافتكر النعم اللي في ايدك واشكري ربنا عليها، لأن الشكر هو اللي بيحفظ النعم وبيزيدها. الابتسامة إعلان رضا باللي ربنا كاتبه، وراحة بال وثقة في اللي جاي. الابتسامة صدقة لنفسك وللي حواليكي، بتعدي بيها الأيام الصعبة وبتملي بيها بيتك أمل وسكينة. لما تصحي الصبح وتدعي ربنا يبسط ليك الخير، هتلاقي روحك خفيفة وقادرة تواجهي أي حاجة. ما تحزنيش على رزق اتأخر،
ولا على باب اتقفل في وشك، لان ربنا لما بيقفل باب بيفضل لك الافضل منه، ورب الخير لا يأتي الا بالخير. وفي ختام حلقة النهاردة من كلمتين عالطريق، حابة ادعي معاكم ودعائي طالع من كل قلبي. يا رب املأ قلوبنا بالرضا والأمل، وابعد عنا الحزن والهم والغم. يا رب افرجها على كل متضايق، واسعد كل قلب حزين، واجعل ابتسامتنا طالعة من راحة بال ويقين فيك. يا رب بارك لنا في أولادنا وبيوتنا وأعمارنا، واكتب لنا الخير حيث كان ثم ارضنا به يا رب العالمين. يا رب تكون حلقة دي عجبتكم ولمست قلوبكم ودخلت عليكم البسمة والسكينة. ما تنسوش تذكروا الله في تعليق، واستنوني في الحلقة الجاية من كلمتين عالطريق، واشوفكم على خير في حفظ الله.